الشتا داخل علينا، وطبعا في أكلة جميلة طبعا كلنا المصريين عارفينها. اللي احنا بنحب ناكلها في الشتا من الأكلات الرسمية اللي احنا منقدرش نستغنى عنها وبتدفي قوي. فأنا النهاردة هقول لكم عليها. هنعمل مع بعض ان شاء الله في الفيديو. في الفيديو ده هنعمل شوربة العدس. وكمان مش بس هقول لكم على الطريقة بتاعتها، لا هقول لكم كمان ازاي بعد ما نعملها هنقدر نشيلها في الفريزر ونطلعها في اي وقت، ولا تغير ولا طعم ولا لون ولا اي حاجة. هيفضل محتفظ باللون بتاعه وبطعمه زي ما هو، مش هيتغير خالص، ويبقى سهل عليكي تطلعيه من الفريزر وتسخنيه على طول. تعمليه بالشعرية، تعمليه باللي انت عايزاه، بس هيبقى سهل عليكي وكمان مش هيغير ولا طعم ولا لون، وبأسهل طريقة على طول هتعمليه، مش هتاخد معاكي وقت. يلا بينا، بسم الله. هقول لكم هنعمل ايه سوا. بصوا، عندنا احنا هنا انا جايبه كيلو عدس. انا غسلته هنا كويس، يعني الكميه دي كيلو بالظبط. فلو هتمشي معايا خطوه خطوه في الفيديو، فانت هتجيبي كيلو عدس، هتغسليه كويس جدا، انا غسلاه ومصفياه، وبعدين هنبتدي نحط عليه ميه من الحنفيه عادي. يعني هتبقى فوق كمية العدس بربعها كده، زي ما انت شايفة. ده مستوى المية، ده المستوى المية المحطوط في الحلة. وطبعا هتعمليه في حلة كبيرة عشان يستوي، لان احنا لسه هنحط عليه مكونات تانية. عندنا هنا بصوا، عندنا هنا جزرتين وعندنا توم. هنستخدم الكمية دي من التوم. والجزر هنستخدم، دي جزرية كبيرة يا جماعة، يعني جزريتين. لو الجزر صغير فهنستخدم 3 جزرات. ودي طماطم زغنطوطة، فاحنا هنستخدم 5 طماطميات من الطماطم دي الحجم ده، وبصلاية واحدة بس اهي. ودي بطاطاية كبيرة وانا مقطعاها كده، ولسه هقطعها تاني برضو. فهي بطاطاية كبيرة. عندك البطاطا الصغيرة اعملي بطاطتين بس. دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها. هو سهل جدا وبسيط ومش هياخد معاكي وقت. هنا انا قطعت الطماطم كده زي ما احنا اتفقنا. حطيت المية على العدس وقطعت عليه الطماطم والبصل والجزر والثوم. الثوم حطيته زي ما هو، والبصل قطعتها كده 4/4. وهنا حطيته على النار اهو. خلاص، بنعلي عليه النار وهنغطيه ونسيبه. ما خدش في ايدي 5 دقايق. سهل قوي، وتقدري تشيليه في الفريزر زي ما انت عايزه وتستعمليه في اي وقت. كده انا بصوا، انا غطيت عليه وسبته بقى يغلي. بصوا بيغلي بيبقى عامل ازاي، بيفور. بعري شويه. انا شلت غطا الحله شويه عشان زحته يعني على الجنب شويه كده، عشان خاطر كان عمال يفور من الحله. بصوا كده عمال يغلي. اول ما يغلي قوي كده بنوطي عليه وبنسيبه. تمام، فبنسيبه شويه هيستوي. فاحنا بنطلعه امتى ونعرف ان هو استوى؟ بنشوف المكونات بتاعته كده. بصوا اهو بالمنظر ده المكونات بتاعته. هتلاقي الجزر طبعا استوى، اتسلق، البطاطس هتلاقيها اتهرت خالص كده. كده هو استوى وتمام. بنسيبه بقى يبرد عشان انا هعمله في الخلاط. انا ما عنديش هاند بلندر. لو عندك هاند بلندر تقدري تستخدميه على طول وتفرميه بالمكونات كلها بتاعته وهو سخن، مفيش اي مشكله. فانا ما عنديش فاستخدمت الخلاط. طبعا يا بنات ما نستخدمش الخلاط ان احنا نخلط فيه العدس وهو سخن، لان الشفشق بتاع الخلاط يتكسر على طول. فانتوا لازم تستنوا ان هو يبرد. الاول مره تعمل عدس تستنوا اللي هو يبرد، وبعد كده تقوموا خلطينه. وكده انا خلصت. عبيته بقى في اكياس زي دي بلاستيك، وهتسيبيه خالص. هو طبعا كده بارد. عبيته في اكياس بلاستيك وتحطيه على الفريزر على طول. بس كده. دي طريقة تفريز العدس، سهلة وبسيطة وهتنفعك جدا في الشتاء.